السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ الفيديو ديال اليوم غادي يكون فيها وصفات اللي هي متنوعه، واهم حاجه اللي ديما كتعجبني هي تكون ساهله ودغيا كتوجد. غادي ندير لكم بعض الافكار وبعض الوصفات اللي ساهلين. واحد لاصوب اللي كتجي خطيره بالبطاطا وقرعه الخضراء كتجي زوينه زوينه بزاف. وغادي ندير لكم طاكوس، وغادي ندير مسمنات. المهم غادي يكونوا وصفات اللي متنوعه. خليكم على فيديو حتى اخر. وبالنسبه بعض الوصفات راه كاينين ديجا عندي في القناه. وصافي دابا غادي نمشيو باش نبداو على بركه الله. كيف ما كتعرفوا راه الوقت كطير دغيا كيأذن. وانا الصراحه ما كنبغيش ندخل الكوزينه بكري، حيت الا دخلت ليها بكري سواء دخلت ليها مع 11 دخلت ليها مع 12 غادي نخرج ليها مع الاذان. اللهم كنقول نخليها حتى وكان، ولكن ما نعاودش لكم الزربه اللي كندير هنايا. غادي نعجن مسمن عادي كيف ما كلشي كيعرف يعجن مسمن، غير هنا انا كندير فينو مع الفورس، يعني كنخلطهم. كنكثر شويه الفينو على الفورس، ما كنبغيش يجي غير بالفورس كيجي الاستيك هكا كيعجبني انايا المسمن. صافي كندير ليه شويه كوك ديال الخميره وكنخليه يرتاح. وانا هنا راه درت ليه الزعتر. بالنسبه للمسمن جربوه ديروا ليه الزعتر كيجي خطير في المذاق ديالو. صافي من بعد ما كنخليوه يرتاح غادي ندوز باش نحضروا لاصوب كنحتاجوا فيها البصله. الا كان بورو احسن. هنايا عندي غير بصله عاديه خضاريه. غادي نديرها مع الزبده. شوفوا هاد لاستيوس ديال لي سوب باش يجيكم بنان هو هاد المرحله الاولى ديال كتشحروا البصله مع الزبده، اولا كيف ما قلت لكم بورو هو احسن اللي كيجي مع لي سوب. كنشحروا البصله حتى كتذوب حتى كتدبل عاد باش كنزيدوا الخضر اللي غادي نزيدو. وكيف ما قلت لكم ديروا الزبده كتجي فيها البنه اكثر. صافي وكنزيد البطاطا وكنزيد القرعه الخضراء. وهنا بالنسبه لي سوب راه ما كنديروش نهائيا العطريه مليحه وشويه ديال الابصار. كنخليو المذاق ديال الخضر اللي كنديرو ذوقوهم. هنايا بالنسبه للخضر بالنسبه البطاطا كيجي معها شويه الاعشاب المنسمه، اولا تقدروا ديروا غير الكوزه كذلك كتجي مع البطاطا زوينه. وهنا غادي ندير ورق الرند اولا كيقولوا ليه ورق موسى. صافي غادي نخليه كذلك هاد الخضره تشحر مزيان. نسيت ما قلت لكمش راه درت الثومه ودرت ثومه غبره. صافي وتقدروا ما ديروش ثومه غبره غير زبده. صافي هنايا غادي نمرق بالماء يكون طايب وغادي نخليوه باش طيب. صافي هذه دغيا هذه اسهل لاصوب تقدروا ديروها كتوجدوها في ساعه ودغيا كطيب القرعه والبطاطا. صافي هنايا من بعد ما ارتاح المسمن ها هو غادي ندرت انا واحد لاكونتيتي صغيره باش ما يعذبنيش، يعني باش نخرج سالمه غانمه من الكوزينه ما نخرجش كاعيه. ومع ذلك راه عرفتي راه جري 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 كيأذنوا باقا في الكوزينه. ولكن اش غادي نديرو حيتاش انا ما كندخلش بكري الكوزينه. هذا هو علاش النهار اللي كندخل بكري راه كنخرج كنجي هي هذيك. صافي هنايا السميده كندير ليها شويه ديال الخميره ديال الحلوه هذه باش غادي ندير غادي نقرص المسمن. وهنا الزبده ضروري راني ذوبتها. الزبده درت انا الزبده الحيوانيه كتجي بنينه في المسمن. صافي هنايا غادي ندير الزيت. كندير الزيت باش كنقرص ومن بعد كنورق بالزبده. وغادي ندير شويه سمين. المهم مسمن كل واحد كيعرف يدير المسمن، غير انا بهذه الطريقه هذه هو اللي كيعجبني. ما كيجيش ملي كدير ليه الفينو مع الدقيق ما كيجيش الاستيك، يعني ملي كتسخنوه كيجي زويون بزاف كتحسوا به. ما عرفت كيعجبني بهذه الطريقه هذه. ما كاين اللي كيعجبو ديال الفورس يكون كثير على الفينو، كاين اللي كيبغي بحال هكا. صافي هنايا من بعد ما غادي نقرصو لا غادي ما عرفتش شنو غادي نسمي هذه المرحله هذه. غادي نورقوها مزيان بحال هكا. وصافي غادي نديرو الزبده والسميده وكيف ما كنديرو مسمن عادي. كيف ما قلت لكم جربوا ديروا الزعتر في المسمن اولا حتى الملوي كيجي خطير. كيجي ملي كيطيب كيعطي واحد المذاق زوين فيه. بالنسبه للعجين راه عجنته غير بالماء وبعد المرات كنعجنو حتى بالحليب. هاد المره عجنته غير بالماء ودرت ليه قبيسه ديال شويه ديال الخميره ديال العجينه، هي شويه اصلا الحال سخون. وصافي غادي نقرصو عادي مربعات صغار كيعجبوني هكا يكونوا صغار كيجيو حسن. وصافي من بعد ما ساليت لا كونتيتي كامله غادي نخليها عاوتاني ترتاح واحد شويه عاد باش غادي ندوز نطيبهم. انا راه ديجا خليتهم يرتاحوا. وصافي هنايا غادي باش نطيبهم مباشره
وصافي باش نتهنى من المسمن وندوز لشي حاجه اخرى. صافي هنايا من بعد ما ساليت المسمن غادي ندوز لاصوب انني غادي نطحنها. هنايا ديما هاد لي سوب ديال الخضره بحال هكا تنطحنوا معاهم فرماج، كيجي خطير، كيعطيه واحد المذاق زوين ديك لي سوب ديالنا ديال الخضره. خصوصا كيف ما هذه ديال البطاطا كتواسى مع الفرماج، غادي نطحنها مع الفرماج العادي المثلثات. وكاين اللي كيضيف حتى الا شفتو مثلا خاسر بزاف تقدروا تضيفوا الحليب. انا ما ضفتش الحليب، جاني التكستور هو هذاك. بعض المرات كندير الحليب حتى هو كيعطي المذاق زوين بزاف لهاد لاصوب. اولا تقدروا ملي تكون عاوتاني كتردوه باش يطيب، ملي تطحنوه تردوه وديروا ليه شويه ديال الكريم فريش حتى هو كيجي فيه زوين. تقدروا ديروا الحليب، تقدروا ديروا كريم فريش، اي حاجه كتجي فيه بنينه. هنايا صراحه خليتها بحال هكاك، ما قدنيش الوقت باقي ندير ليها حتى شي حاجه، لا كريم ولا والو. صافي طحنتها ودرت ليها الفرماج حمر من الفوق. المهم هنا غادي ندوز باش غادي هاد لاصوب كتجي، هاد لي سوب بحال هكا كيجيو ترافقيهم مع شي حاجه مقرمشه. هو داكشي علاش غادي ندير هاد الباغيت. هذا الباغيت عادي كتقسمو بحال هكا على هاد الشكل هذا، وكدهنوه بالجبن. كنوريكم داك الجبن هذاك الطاسه ديالو، ديروا ليه سكرين غزال، شريته ب 64 درهم، عفوا 54 درهم، وكيدي عرفتي تبارك الله كيديو زوين. صافي من بعد ما كندير شويه د زيت العود من الفوق، وغادي نضيف الفرماج الاحمر وغادي ندخلهم من الفران باش يتقرمشوا كيجيو غزالين. كنرافقوهم مع لاصوب. وهنايا بيتزا راه ديجا كتكون عندي في الكونجيلاتور، غير كنجبدها. لاصوص حتى هو كنكون موجداه ومقاداه، كيكون عندي في الكونجيلاتور. صافي هنايا باش كنوريكم طاكوس حتى هو درت لا داند، راه شرملته ما داز ديك اللقطه فاش كان كيتشرمل. المهم درت ليه الموطار، درت ليه دانون مسوس، الثومه والملحه، وخليتيه يترقد في ديك لا ماريناد وشحرته. المهم هنايا الخبز ديال الطاكوس خديت الكومبلي، كناخذ الكومبلي، واخا انا ما كيعجبنيش بزاف هذا الكومبلي، كيجي الاخر اللي زوين، داك البيض هو اللي كيجي زوين. المهم هنايا غادي ندير لي صوص مايونيز حتى الجبن. المهم كنحاول نخلط كلشي باش ما يجيش ناشف. وصافي غادي ندير فرماج، واحد شويه الفرماج موتزاريلا من الفوق من التحت، وعاد باش غادي ندير لاداند. هاد لاداند هذا كيجي خطير، ملي كديروا ليه يجي تشرموله وكتخليوه يرتاح. الا قدرتو كاع تخليوه يبات ماشي مشكل، ولا على الاقل واحد ساعه في ديك دانون مسوس لا موطارد. كديروا ليه الثومه، كديروا ليه الاعشاب المنسمه وتتخليه يرتاح، كيجي خطير. صافي هنايا بالنسبه للبطاطا انا راه خديتها في الفران، ما درتها ما قليتهاش في الزيت. هو كيجي احسن مقلي، ولكن صحيا هكا في الفران احسن. صافي هنايا ما تنساوش نديروا فرماج المربعات اللي كيعطيو واحد التعليكه حتى هو زوين. صافي وغادي ندخلوا هنا. راه كنت ضفت شويه ديال الكيتشوب، كاين اللي كيبغي كيتشوب، كاين اللي ما كيبغيش. صافي انا كنعجبني نديرو على هذا الشكل هذا، ولكن في الاخر في الابيض هذا هذا الكومبلي كيجي شويه ما واقفش. ولكن هاد الطريقه هذه كطويوه على جوج كيجي زوين هكاك. كتحسوا حيتاش ملي كطويوه بحال شي بلايص كتحسوا به كاين غير العجينه. المهم غادي ندوز لا سالاد. درت بطاطا، خيزو مسلوقين، الجلبانه، لي بات دوك لي فيس، صافي طون، فرماج احمر، ودرت لافوكا. حتى لافوكا شوفوا دخلوا لافوكا في لي سالاد كيجيو خطيرين. انا بعدا كنفضل لافوكا في لي سالاد على انني نشربها في عصير. وهنايا واحد بيضه مسلوقه قطعتها وزينت بها. وصافي هي لا سالاد كتجي زوينه هاد لا سالاد. وصافي هكا تقريبا وجدت كلشي. هنايا هذيك هي لاصوب كتجي خطيره، غير جربوها. واحد النهار درتها غير بالبطاطا وبصله. ما درتش القرعه هذيك عاوتاني كتجي طوب. وفي الاخر كديروا لي زيبينار مع لي شامبينيون، كتشحروهم في المقيله وكتضيفوهم صاينين، ما طحنوهمش، كيجيو واعرين هذوك. دابا نحطها لكم في شي فيديو. صافي هذا هو طاكوس. لي بيتزا حركتهم شي من التحت معليش، ومسمن وكيكه. هاد الكيكه ديال التمر كتجي خطيره. هاد الكيكه وراه ديجا عندي في القناه، واللي لاقها كتعجبو كتجي معلكه بزاف. المهم راه حطيتها هنايا بريوات، وهادو راه عندي ديجا في القناه. هاد الكوميرات الصغيورين معمرين بالكفته والفرماج، كيجي واعرين واعرين. واحد العجينه خطيره ديجا عندي. العام اللي فات في رمضان كنت حطيت العجينه وراه كتجي واعره هذيك العجينه. المهم نحاول نحطها لكم في ديال ديك العجينه وديال ديك الوصفه، راه كتجي خطيره هذيك العجينه.
كتقدروا ديروا لي برجر، تقدروا ديروا بها اي حاجه كتجي زوينه زوينه بزاف. صافي هنايا كيف ما قلت لكم راه الكيكه حطيتها بلا ما ندير ليها، لا ما بقاش ليا الوقت فاش ندير ليها لا غاناش. اصلا الحلو انا كيعجبني حتى الليل، ما كناكلش الحلو في الفطور فاش كيأذن، حتى كنصليو العشاء ونجلسوا عاد كيعجبني ناكل سلون، ناكل الشباكيه، ناكل بحال هكا شي حاجه حلوه بحال هكا. وهاد الكيكه حتى هي دابا عاد كنسقيها. هنا سقيتها بالحليب مع السكر ومع نيسكافي، كتجي زوينه المذاق القهوه مع هاد الحلوه هادي. صافي وهنايا كنسقيها مزيان، ومن بعد هنا غادي نصاوب لا غاناش ديال الشكلاط. هنايا الكريم، هنايا الكريم كنسخنها مزيان حتى كتسخن، عاد باش كنضيف ليها داك الشكلاط وصافي كنحركو مزيان 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 وكنكبوها فوق الكيك ديالنا. وها هي الكيك واجده. وكيف ما قلت لكم جربوا هذه الكيكه وردوا عليا خبر. راه هاد في الفيديو كنت حطيتها على شكل دايره، هذيك اللي مثقوبه من الوسط، حتى هي كتجي الديكور ديالها خطير. وهذه هكا باش كتعجبني ثاني باش ندير لها هذه الطبقه ديال لاكاناش. تقدروا ديروها في المول ديال الزاج بحال هكا، وتقدروا ديروا هذيك اللي مثقوبه، راه فيها الكركاع وفيها التمر، كتجي معلكه وغزاله هذا الكيك. وصافي غادي نكون ساليت لا فيديو، تنقول لكم بصحتكم وراحتكم، بصحتكم فطوركم. وما تنساونيش من لي لايك اكيد والبارطاج. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.